أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض العيش البلدي بالردة بمكونات بسيطة جدا، وهنسويه كمان بطريقة سريعة في الفرن من غير ما نحتاج نحط كل رغيف على الطاسة. زي ما انتوا شايفين هياخد لون حلو وكل العيش بتاعكم هيتنفخ ويتفتح من النص. ينفع بقى للسندوتشات، ينفع نغمس بيه، ينفع لكل حاجة. هنستخدم كيلو من دقيق المخبوزات، لازم يكون دقيق مخبوزات ليه عرق قوي. بالكوب المعياري دول 8 كوبايات. وهنحتاج كمان كوباية من الردة الناعمة، ممكن تلاقوها في بابليكس وممكن كمان تجيبوها من الماركت العربي. أنا بحب النوع ده، أنا جربته حلو قوي. هنحتاج كمان 20 جرام من الخميرة الجافة الفورية، دول حوالي 3 أكياس من أكياس الخميرة اللي عندنا اللي هي بتبقى 7 جرام. هنحتاج معلقة من الملح ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة. وهنحتاج معلقتين من زيت الزيتون، دول ممكن ما تحطهمش، مش من المكونات الأساسية بس بيدوا طعمه حلو. ومعانا 4 كوبايات من المية الدافية هنحطهم بالتدريج. هنحط كل المكونات مرة واحدة في العجان بتاعنا، وهنركب الخطاف بتاعنا ونبتدي نقلبهم كده. الأول نتأكد ان المكونات كلها اختلطت قبل ما نحط المية، وممكن بمعلقة كده نجيب أي حاجة في الجوانب. وبعد كده هنبتدي نحط المية بتاعتنا واحدة واحدة لغاية ما نشوف العجينة هتحتاج قد ايه من المية. المقدار ده خد بالظبط ال4 كوبايات، محتاجتش أزود عليه. وهنعجن العجينة كده دقيقتين عشان نتأكد انها شربت كل المية، ونبتدي نشوف الملمس بتاعها اذا كانت محتاجة مية تاني ولا لأ. وبعد كده نبتدي نكمل عجن على الأقل من 10 ل 12 دقيقة. العجينة بتاعة العيش لازم تتعجن حلو قوي، ولازم كمان تكون طرية وبتلزق شوية. هنغطيها ونسيبها تخمر لغاية ما تتضاعف زي ما انتوا شايفين، ونكون جهزنا بقى الكاونتر بتاعنا، حطينا رشة من الدقيق والردة كده، وكمان خدنا شوية من الدقيق والردة علشان نفرد بيهم العيش. وجهزنا النشابة وكمان الصواني اللي هنشتغل فيها تكون كلها عليها ورق زبدة أو سيليكون مات، وكمان عليها رشة من الردة عشان العيش ما يلزقش عليها. ونبتدي نقطع العيش بتاعنا. الكمية دي أنا بقطعها على 20 قطعة، وحاولوا يكون كل قطع العيش تبقى قد بعض علشان لما ندخلهم الفرن يستووا كلهم مع بعض. طبعا طول ما احنا شغالين بنبقى مغطيين العجينة ببلاستيك، وبعد ما نخلصهم نبتدي بأول قطعة قطعناها ونبتدي نفردها كده برشة من الدقيق والردة من فوق ومن تحت بالنشابة، ونحاول نظبطها كده علشان تبقى دايرة مظبوطة، ونخلي السمك بتاعها متوسط، مش رفيعة جدا ولا تخينة زي ما انتوا شايفينها كده. نحطها على الصينية بتاعتنا اللي فيها رشة من الردة، وناخد واحدة تاني ونفردها بنفس الطريقة. وممكن كمان تحطوا رشة من الدقيق على النشابة وانتوا بتفردوه. وبعد ما نفرد كل العيش بتاعنا هنحط الصواني كده فوق بعض ونغطيهم بفوطة ونسيبهم تلت ساعة لغاية ما نسخن الفرن بتاعنا. هنسخن الفرن بتاعنا على أعلى درجة حرارة، يعني ممكن تبقى 525 فahrenheit أو 250 سلسيوس. نحط العيش بتاعنا على أول رف من تحت زي ما انتوا شايفين، بياخد 3 دقايق بالظبط وهتلاقوه كله بيتنفخ. ولو عندكم الشواية بتشتغل مع الفرن، شغلوا الشواية والفرن هيحمر كمان مرة واحدة. وأول ما العيش بتاعنا بيخرج من الفرن على طول بنغطيه بفوطة لغاية ما يبتدي يبرد شوية. زي ما انتوا شايفين العيش كله اتنفخ، مفيش حاجة ما اتنفختش. العيش طبعا كان لسه سخن جدا وانا بفتحه، بس كنت عايزة اوريهولكوا ازاي منفوخ وازاي مفتوح من جوه ومستوي من تحت ومن فوق، واخد لون جميل جدا. والتسوية بتاعته كل صينية خدت 3 دقايق في الفرن وخرجت من غير ما نحتاج ان احنا نسوي رغيف رغيف على الطاسة. جربوا تعملوا العيش في البيت وقولولي رأيكم، اشوفكم في وصفة تانية. Thank you.